السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يخص مشايخ الأزهر وعلى رأسهم الشيخ عبد الله رشدي، في مسألة يبدو ليك في الوهلة الأولى إن هو موضوع تافه، لكن الموضوع ليه أبعاد دينية خطيرة زي ما هتشوف حضرتك دلوقتي، وهنجيب لك مقطع بصوته وصورته علشان تتأكد من الكلام. الشيخ عبد الله رشدي كان بيتكلم في أكل الفسيخ. هو بيحب أكل الفسيخ، فقال لك إن الإمام الشافعي، هو طبعا على مذهب الإمام الشافعي اللي هو الشيخ عبد الله رشدي على مذهب الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي ده اللي هو إمام مذهبه بيحرم أكل الفسيخ. فالشيخ عبد الله رشدي عايز ياكل الفسيخ، فيعمل إيه؟ راح دور لقى إن الفسيخ ده حلال عند الإمام أبو حنيفة. حلال، يبقى الشافعي قال لك حرام وأبو حنيفة قال لك إيه؟ حلال. يعني الاتنين عكس بعض 180 درجة. وخدوا بالكم من حاجة، ان لما حد يقول لك ان ده حرام يعني حاجة مخالفة للإسلام، حاجة مخالفة لله وللرسول. فازاي يجي إمام تاني يقول لك ان هو حلال؟ طب هو حلال ولا حرام؟ مين الصح ومين الغلط فيهم؟ المهم يعني طالما مختلفين المفروض نسيبهم هما الاتنين، لأن المفروض يحسموا الأمر ويقول لك ان ده حلال ولا حرام طالما دخلت في الحلال والحرام. انما يقول لك الاتنين صح، يبقى انت بتلعب بعقولنا، بتستهزأ بعقولنا. ازاي الحرام صح والحلال صح؟ ازاي يعني؟ مش ممكن. فالكلام في منتهى الخطورة. هو عايز يقول لك ان لو عملت حاجة صح، حاجة حلال في نفس القضية، يعني نفس الشيء، لو هو حلال وخدته وعملته يبقى انت صح، ولو هو نفس الشيء ده حرام يبقى انت برضو صح. يبقى ازاي يعني؟ ضيع لك الدين، ضيع لك الدين 100%. نسمع هذا المقطع الأول وبعد كده نعلق على خطورة هذا الأمر عند مشايخ الأزهر وخطورتهم على الإسلام. وخد بالك إن الفسيخ ده، أنت ممكن تكون يعني واخد الموضوع يعني ببساطة، لا، الفسيخ ده ما كانش يعني ما اكتشفناهوش بعد الإسلام ما ظهر. يعني مش المشايخ اللي اكتشفوه، ده الفسيخ ده من أيام الفراعنة. يعني بالتأكيد الرسول سمع عنه، لكن لم يتطرق لهذه المسألة وقال لك إنه حلال ولا حرام، لأن الإسلام مش بهذه التفاهة، وإنه يستغل هذه الأمور في إنه يقول لك الحرام صح والحلال صح. هي دي الخطورة، هي دي النقطة المحورية بتاعة الفيديو اللي أنا بقوله لك دلوقتي واللي أنا عايز أحذرك منه. إن مشايخ الأزهر عايزين يقول لك إن الحلال صح والحرام صح في نفس الشيء. خد بالك، اسمع كده هذا المقطع عشان تتأكد من كلام عبد الله رشدي. وبيقول لك يحط 1000 سيخ حديد في عين اللي يحرم أكل الفسيخ. يعني يحط 1000 سيخ حديد، عايز يحط 1000 سيخ حديد في عين الإمام بتاعه الإمام الشافعي عشان بيحرم الفسيخ. هل في إجرام أكتر من كده؟ اسمع كده الإجرام. احنا مثلا الشافعية مذهبنا ان الفسيخ حرام، فانا لما باكل فسيخ باكله على مذهب الحنفية. واخد بال سيادتك؟ وبعدين جه واحد قال في رسالة قال لك 1000 سيخ، عارف السيخ؟ سيخ الحديد، قال 1000 سيخ في عين من حرم اكل الفسيخ. واخد بال سيادتك؟ حضرتك سمعت اهو. يعني هل تقبل بهذا الكلام؟ هل توافق على هذا الكلام؟ يعني بعد ما سمعته يعني بصوته وصورته اهوت. انا كلامي للشباب اللي هم مخدوعين في عبد الله رشدي ومفتونين بيه وبيفضلوه على دينهم. يعني يعني بعض الشباب بيتابعوا طبعا ملايين الشباب، عندهم عبد الله رشدي ده اهم من دينهم واهم من نفسهم. يقول لك يقولوا اللي يقولوا، انت مالك؟ انت مين؟ انت مش عارف ايه؟ انت دارس زيه؟ انت مش عارف. ومفتون بشويه الكلام اللي بيقولهم والاضواء والاعلام اللي هم متسلطين عليه وخدعوك واوهموك ان عبد الله رشدي هو اللي بيدافع عن الاسلام والمسلمين. طب ما تشوف اهو الموضوع اهوت. يعني ما تمسكش في انا وتهاجمني انا اللي انا بكشف لك خطورته، وتسيبه هو وتسيب الموضوع الديني وتفضله على دينك. هل توافق ان الحرام زي الحلال؟ يعني الاتنين صح، الحرام والحلال الاتنين صح.
علشان الشافعي وابو حنيفه زي ما عبد الله رشدي بيدعي؟ هتقول لي مثلا ده مش راي عبد الله رشدي. عبد الله رشدي هو اللي راح كل ويقول لك انا ما يعني الامام الشافعي حرم الفسيخ فانا رحت كلته على مذهب الامام ابو حنيفه. يعني ايه كلته على مذهب الامام؟ يعني اما جه ياكل كده مثلا قال ايه؟ قال باسم الامام ابو حنيفه. خش في الشرك، بدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هيقول باسم الامام ابو حنيفه اللي هو بيحلل اكل الفسيخ. فده راي عبد الله رشدي، ما تقولش ان ده مش رايه، ده راي الائمه، لانه هو اللي كل وحلل ما حرم الله على مذهب حد تاني، وخلص الحرام زي الحلال. فلا تفضلوا شيخكم على دينكم وانتم احرار. والسلام عليكم ورحمه الله.